عليكم كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير بصحه جيده. ان شاء الله غادي نقدم معكم فطيره ديال طاقيه السلطان بالطريقه المغربيه، وكتجي غزاله وهشه، وكتجي واحد الفطيره اللي هي زوينه. وهانتوما معايا حتى الاخير الفيديو. في الاناء كندير واحد القبيصه ديال الملح، وكنضيف كاس دافي ديال الحليب وكاس دافي ديال الماء، وكنضيف 2 معالق صغار هكا عامرين ديال الخميره فوريه، كنضيف هنايا 8 المعالق ديال السنيده، والحلاوه كتبقى على حسب الذوق ديالكم. هنايا تقريبا نص كاس تاع الزيت المائده، وكنضيفوا ليها هنايا واحد 2 معالق صغارين هكا. هنايا كناخذ بيض بيضه، وكنحتفظ بصفر البيض هو باش غندهنوها. كندير غير بياض البيض وكنخلي الاصفر جانبا. هنايا كناخذ 2 معالق ديال الخل. هذا الخل هو اللي كيزيدها واحد التفشفيشه، وكتطلع مع الخميره الفوريه كتجينا طالعه. وهنا كناخذ الطحين اللي مغربلاه، انا عندي 600 غرام، ولكن ما غاديش نكملها على حسب العجينه ديالنا ما تجيناش قاصحه وما تجيناش خفيفه بزاف. هنا غادي نحرك الخميره مع الحليب مع المقادير اللي ضفتهم، غنحركهم بالدراب اليدوي مزيان حتى تذوب لينا ديك الخميره صافي. ثم كنعجنوا مباشره، كنديروا غير شويه الطحين باش نخدموا ديك الخميره صافي. وهنايا غنبدا نزيد الطحين وغادي نعجنها بيديا هكايا، ونحاولوا نجمعوها وما تجيناش خفيفه بزاف، يعني تجينا شويه كنتماسكه وما تجيناش قاصحه صافي. غادي نخلطها مزيان، يعني جد سهله، فيها المقادير ساهلين متواجدين في المطبخ ديالنا، ديروها لوليداتنا علاش لا. هنايا غادي نزيد شويه ثاني الطحين، وانا كنعجنها، يعني غتحكمي بها ملي كتكوني كتعجنيها بيدك، ما تخليهاش تكون خفيفه وما تخليهاش تقساح صافي. هنايا من بعد ما غادي نجمعها صافي، غادي نقسمها على 2 قطع. هذه القطعه الاولى كندير فيها الزبده والكاكاو، وكنعجنها مزيان حتى كندخل فيها داك الكاكاو، وكندخل فيها هذيك الزبده، يعني الزبده غير شويه معلقه هكا ما تكونش عامره صافي. كنعجنها مزيان حتى كندخل فيها داك الكاكاو. والقطعه الثانيه كندير لها حتى هي في نفس الطريقه، كندير لها غير الزبده بوحدها، يعني حاجتنا بوحده بيضاء ووحده تكون هكا قهويه. كنغطيهم غير هكا بالطبيصيل وتنخليها حتى كتخمر الخمره الاولى. بعد ما خمرت الخمره الاولى كنرجع باش كنسرحهم بالدلاك، كنرش سطح العمل بالطحين وكنسرح الفطيره ديالنا بالدلاك. يعني هنا راه خدات راحتها وترخات صافي. كنسرحها دغيا كتسرح، هي خفيفه وفي نفس الوقت ما قاصحاش وما كتلصقش صافي. كنعاود نسرح الفطيره الثانيه اللي درناها هكايا بالكاكاو، ونديرهم نفس هذا نفس السمك اللي درت بها الفطيره الاولى. كنهزها كنضيفها على اختها
وكندير الشكلاط هكا دايب كنسرحو. صافي وكنزيد عليه ملي كنسرح مزيان واحد الجهه، ما كنديروش ليه كله. صافي انا هرمشت واحد شويه ديال الكاوكاو هكا مقلي، وانتم لكم الاختيار اي حاجه متواجده عندكم في المطبخ ديالكم. كندير على داك الكاوكاو كنزيد عليها شكلاط هكايا محكوك باش تجينا هكا عامره من الوسط. صافي كنقبط واحد السكين وكندير الاشرطه هكايا يكونوا متساويين. كندوز دوك الاشرطه كاملين بالموس، يعني جد سهله، يعني ما غاديش تاخذ منكم الوقت بزاف. صافي حتى كنكملهم وكنعاود وكنتنيها هي هكايا. كنجمع هذاك الطرف هكايا، وكان هذوك الاشرطه كنبرمهم هكا كنلويهم كيتبرموا. صافي وكنكملها حتى كندورها. كناخذ واحد الاناء ديال الكيك اللي كندهنو بالزبده ورشو الطحين وكنديرها فيه. كنخليها حتى كتخمر مزيان، نغطيها غير بسريبيته ونخليها حتى كتضاعف الحجم ديالها. كندهنها بصفر بيضه مع شويه ديال الحليب شويه ديال الخل على حسب الزفوريه ديال البيض، وكندهنها مزيان الفران مشعله وناقصه عليه لتحت ديالو الاسفل، وهي غنحطها من الفوق باش طيب وتجي طالعه بحال الطريقه ديال الكيك. نتمنى يعجبكم هذا الفيديو اللي قدمت معكم. ما تنسونيش من لايكات واشتراكات مع اصحابكم وحبابكم. هنايا توجدت ليا طاقيه السلطان كتجي رائعه وكطيب، يعني طيب على خاطرها، يعني تكون فران ناقص باش طيب من الداخل ومن برا وتاخذ وقتها في الطياب. هنايا خرجتها كتجي رائعه، كتجي السمك ديالها عالي، كتجي غزاله بزاف. هنايا غادي ودهنتها ملي خرجتها، عفوا دهنتها بواحد شويه تاع المربى او العسل باش دهنتوها باش كتعطيكم هاد اللمعان ديالها. نتمنى تكون عجبتكم الوصفه ديال اليوم. الا عجبتكم قولوها لي في الكومونتير ومع واحد اللايك الزوين ديالكم. شكرا على المتابعه، الى فيديو اخر ان شاء الله بحول الله.